بتصحى من النوم تعبان، تاكل، تتعب، تقعد، تتعب أكتر، تروح الشغل جسمك ينهار وكل التحاليل تقولك تمام. طب إزاي؟ إزاي جسمك بيصرخ والطب ساكت؟ لأن اللي تعبان مش جسمك، دماغك. في كل لحظة قلق، في كل تفكير في بكرة، في كل إحساس إنك مش كفاية، دماغك بيرجع ورا، يفتح نظام الطوارئ، كورتيزول، توتر، إنذار خطر، ومفيش أي خطر. بس جسمك بيتعامل كأنك في معركة، القلب يدق أسرع، العضلات تشد، التنفس يزيد، تحرق طاقة، وانت قاعد على مكتبك. ده اسمه التعب النفسي اللي لابس ماسك جسدي. انت مش مكسل ولا ضعيف ولا فاشل، انت متحمل فوق طاقتك، كل يوم شايل ميت فكرة، كل يوم بتضحك وانت جواك بينهار. جسمك مش غبي، هو بيسمع دماغك، ولما دماغك في خطر جسمك بيتصرف على الأساس ده. بس فين التحليل اللي يوضح ده؟ مش هتلاقي. التعب النفسي مش بيبان في الدم ولا في الأشعة، بيبان في صوتك، في وشك، في سكوتك الطويل وانت بتقول أنا كويس. العلم نفسه سماه التعب الجسدي، يعني التعب الجسدي الناتج عن ضغط نفسي. الضغط بيتخزن في جسمك، عضلاتك، نفسك، نبضك، تحس انك مش قادر، بس مفيش حاجة واضحة تقولك ليه. الناس تقولك شد حيلك، نام بدري، كل أكتر، بس الحقيقة انت مش ناقص أكل، انت ناقص سلام داخلي. اسمع العلامات دي: واحد، تنام كتير وتصحى مرهق. اتنين، تحس ان نفسك ضيق. تلاتة، تحس بجسمك تقيل. أربعة، تفقد تركيزك من غير سبب. خمسة، تاكل كتير أو تبطل تاكل خالص. لو ده بيحصل معاك فالتعب ده نفسي، بس مفيش حد سمعك. مشكلتك مش فيتامين ولا سكر ولا ضغط، المشكلة إنك لوحدك دماغك في خناقة وإنت ساكت. طيب إزاي تبدأ تطلع من ده؟ اسمعني. الواحد، تنفس، زي ما بقولك، كل يوم 10 دقايق تنفس عميق، هدوء بسيط يطفي نار ضخمة. ثاني، اكتب، ما تسكتش، اللي جواك ارميه على ورقة بس ما تخزنش. تلاتة، اسأل نفسك السؤال ده: إيه اللي مخليني متوتر؟ وجاوب بصدق، مش لازم تنشره بس لازم تواجهه. أربعة، خفف الحمل، مش لازم تبقى قوي طول الوقت، المكابرة مش رجولة، الهدوء شجاعة. خامسا، اطلب مساعدة، مفيش بطل حقيقي من غير ناس حواليه، كل واحد بيتعب بس مش كل واحد بيعترف. لو جسمك بيصرخ اسمعه قبل ما يوقفك بالعافية. التعب مش ضعف، السكوت هو اللي ضعف. اشتغل على دماغك، هتشوف جسمك بيرتاح. خلي دماغك اون،